بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة كتير. هنعمل طريقة كويسة جدا لعمل الصلصة. آه زي ما بيقولك وفري وما تشتريهاش. تعالي نعمل طريقة الصلصة في البيت بدل ما تشتريها من بره بمبلغ كبير، او ان تكون حاجة غالية او برطمان يكون صغير مش هيقضي معاكي. تعالي هنعمل مع بعض النهاردة طماطم صلصة، وهتكفيكي مدة طويلة، وهتبقى عندك في التلاجة. حتى ان انت هتجيبي مثلا 2-3 كيلو طماطم، هيفرطوا معاكي وهيعملوا معاكي كمية كبيرة قوي. يلا يا حبايبي نبدأ ان شاء الله. يلا نبدأ بسم الله. ما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعة، وما تنسوش ان انتوا تحطوا لي لايك وتتابعوني. ويلا بينا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ مع بعض عشان نقطع الطماطم. يلا بينا يا حبايب قلبي نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع الطماطم زي ما انت شايفة، هتقطعيها 4 تربع. عايزة تقطعيها نصين تمام، عايزة تقطعيها 4 تربع. انا بحب اعملها 4 تربع عشان خاطر ايه؟ تسرق ميتها في قلب الحلة، عشان خاطر تديكي الصلصة حلوة. يا ريت ما تحطيش مية عليها كتير. لو هتحطي ربع كوباية مية فقط لا غير، ربع كوباية مية بس فقط لا غير، عشان خاطر تديكي الحمار بتاعها. لان كل ما هتزودي المية على الطماطم هتبقى اللون بتاعها هيبقى ايه؟ فاتح قوي، مش هيبقى اللون الصلصة اللي هو الاحمر الجامد ده. فحاولي ان انتي ما تحطيش مية كتير على الطماطم. دي اهم حاجة عشان يديكي اللون اللي هو الثابت الاحمر، اللي هو اللون الصلصة الاصلي. وزي ما انتوا شايفين كده تمام. احنا دلوقتي ايه؟ هنقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين. دايما وانتي واقفه يعني مثلا بتطبخي بتعملي حاجه في المطبخ، حاولي ان انتي تذكري ربنا كتير، تصلي على النبي كتير. والله يا جماعه بيبقى فيها بركه، وبيبقى فيها ربنا بيبارك في الحاجه اللي انتي بتعمليها، وبيبقى فيها حتى لما بتيجي تعمليها لاهل بيتك بيحسوا بطعم مختلف بيها، واللي حواليكي بيحسوا بالتعب اللي انتي بتتعبيه في الحاجه. وسبحان الله، البركه بتاعت ذكر ربنا وذكر النبي دي يا جماعه والله ملهاش وصف خالص خالص. اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي بنقطع الطماطم تمام. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي دلوقتي احنا خلصنا الطماطم قطعناها اهيت، هي زي ما انتوا شايفينها في الحلة كده. هنقطع الطماطمية اربع قطع، وهتحطيها. في ناس اللي بيقطعوها قطعتين، بس انا بحب كده لان هي كده بتستوي اسرع وبتستوي اكتر، وبتديكي يعني القوام اللي انت عايزاه. لما بتيجي تضربي الطماطم بعد ما بتخلص بتديكي القوام اللي انت عايزاه. تعالوا يا حبايبي يلا نحطها على النار. تعالوا يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت زي ما احنا قلنا من شويه ما تحطيش عليها ميه كتير. حاولي ان انت عشان خاطر ايه؟ تديكي اللون الاحمر اللي هو بتاع الصلصه الحلو الاصلي، اللي انت زي اللي انت بتشتريها علبه الصلصه من بره. هتحطي ربع كوبايه ميه فقط لا غير، وهتسيبيها على النار، وهتخلي النار متوسطه، وكل شويه هتقلبيها لحد ما ما هنشوف ده مع بعض ان شاء الله دلوقتي. لحد ما نشوف القوام بتاعها اللي خلاص هنطفي عليه، وهنبدأ بقى نضربها في الخلاط وهنصفيها. وان شاء الله مرحلة مرحلة هنبقى مع بعض. يلا بينا نحطها على النار يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين احنا كده حطيناها على النار اهيت خلاص تمام. والنار شغالة اهيت يا حبايبي، هتبقى على نار متوسطة زي ما انتوا شايفين. تعالي بقى ايه؟ هنحط عليها المية. احنا قلنا ما تحطيش مية كتير عشان خاطر تبقى كويسة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا ديت الكوبايه دي صغيره مش كبيره، هي باينه في التصوير كبيره بس دي صغيره. هتحطيها قبل ايه؟ قبل ما تمليهاش قوي لحد هنا كده تمام. وهتحطيها عليه وهتسيبيها بقى، وهتسيبي الصلصه، هتسيبي الطماطم معلش اسفه،
هسيب الطماطم يعني لمدة ربع ساعة نص ساعة على النار متوسطة خالص، وتقلبيها كل شوية، هتقلبيها بالمعلقة كل شوية لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي هتطفي عليها وتسيبيها تبرد شوية زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في الخطوات اللي جاية. تعالوا بقى نسيبها على النار ان شاء الله لحد ما تستوي خالص وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي بدأت تغلي اهيت. تعالوا يلا نقلبها. هي اول ما ان هي تشوفيها بتغلي كل 5 دقايق تقلبيها، لان هي كده بدأت تدخل في مرحلة السوا. تعالوا نقلبها مع بعض يلا بسم الله. طبعا اي حاجة بتعمليها لازم تسمي الله عشان ربنا يبارك لك فيها، وعشان خاطر ايه برضو عشان خاطر لا تتلسعي ولا حاجة تحرقك ولا الكلام ده ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بدأت تستوي اهيت. اهم حاجة ان انت تقلبي كل شوية، اهم حاجة دي اهم حاجة في تسوية الطماطم، عشان مثلا اللي فوق مش مستوي ينزل تحت. يعني اي حاجة في الطماطم مش مستوية فوق تنزل تحت، وانت بتقلبيها تستوي تحت مع المية بتاعة الطماطم من تحت زي ما انتوا شايفين كده. كده قلبناها تمام. هنسيبها برضو شوية كمان ونرجع لها تاني كمان 5 دقايق هنقلبها تاني. تعالوا يا حبايبي يلا احنا نرجع تاني اهوت نقلبها. 5 دقايق عدوا. تعالوا يلا نرجع نقلبها تاني. زي ما انتوا شايفين بدأت تستوي خالص، بدأت تنزل المية اللي فيها خالص، وبدأت تستوي اهيت خالص. هي قدامها شوية يعني 10 دقايق كمان بالكتير وهتطفى عليها خلاص. زي ما انتوا شايفين لما بتبدأ تغلي جامد كده وتبدأ تستوي كده زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نهدي النار عليها بقى شوية وهنسيبها مع نفسها لحد ما تستوي خالص. زي ما انتوا شايفين اهي كل الطماطم اهيت بدأت تستوي. كل الطماطم اهيت بدأت تشوفوا ان في مية نزلت منها اهيت كتير. انا محطتش غير اللي هي نص كوباية المية زي ما انتوا شفتوا اللي هي كوباية صغيرة وخلاص. هي بدأت بقى تنزل المية اللي فيها خالص. شايفين اللون بتاعها؟ شايفين اللون بتاع شايفين اللون الاحمر الجامد بتاع الصلصة؟ هو ده اللون المطلوب. متحطيش مية كتير عشان خاطر تاخدي نفس اللون ده. لو حطيتي مية كتير هتلاقي اللون ده مش واضح خالص وهتلاقيه فاتح، مش هيطلع نفس قوام الصلصة ونفس لون الصلصة اللي انت بتشتريها. فيا ريت يا جماعة ما نحطش مية كتير، سيبيها تسوي نفسها بنفسها، المية بتاعتها هتسوي نفسها بنفسها. تعالوا هنرجع لها تاني ان شاء الله كمان 10 دقايق هتكون استوت، وهنطفي عليها ونسيبها تبرد وبعد كده نضربها في الخلاط. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي دلوقتي هي الصلصة خلصت خلاص، استوت خالص اهي زي ما انتوا شايفين اهي كده استوت خالص تمام. احنا هنطفي عليها بقى وهنسيبها تبرد قبل ما نضربها في الخلاط. اوعي 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 تضربي اي حاجة سخنة في الخلاط مباشرة بعد ما تخلصيها من على النار، لانه غلط على الموتور بتاع الخلاط يا جماعة والله صدقوني. فاحنا خلصناها هي كده تمام. هي كده خلاص استوت خالص السوا اللي احنا عايزينه. هنطفي عليها وهنسيبها بقى تبرد شوية. هنسيبها تبرد شوية عشان خاطر ايه ما يبقاش السخونية الجامدة دي غلط على الخلاط. تعالوا بقى نسيبها شوية تبرد وبعد كده نرجع لها تاني ونضربها في الخلاط. تعالوا يا حبايبي يلا احنا خلصنا اهيت. تعالوا بقى ايه نحطها في الخلاط عشان خاطر نضربها. يلا بسم الله. زي ما انتوا شايفين هنحط، شوفوا ما فيهاش ميه كتير زي ما احنا قلنا، دي ميتها اللي هي تسوت فيها. تعالوا يلا يا حبايبي بسم الله. هي ده هي كده كمان بردت. ده هي انا ما رضيتش احطها على طول في الخلاط وعشان خاطر ايه ما تبوظش الخلاط، انا سبتها لما تبرد شويه وقمت حطها. تعالوا يلا نحطها في الخلاط.
تعالوا يلا يا حبايبي، احنا كده حطيناها اهوت في الخلاط، هنضربها ان شاء الله مع بعض. وبعد ما اضربها هوريها لكم، بس عشان خاطر طبعا صوت الخلاط هيبقى صعب قوي. فهنضرب الطماطم وهوريها لكم دلوقتي بعد ما نضربها. تعالوا يا حبايب قلبي، يلا احنا ضربنا الطماطم اهيت. تعالوا يلا نصفيها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يكون عندك مصفى زي ديت بلاستيك او مصفى سلك، يعني دي او دي. انا على طول بصفي في ديت عشان خاطر ايه؟ التفل بتاع الطماطم ما ينزلش، عشان تبقى نازله صافيه، عشان تاخدي منها احلى صلصه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا يلا مع بعض. طبعا انا بعمل بايدي الاتنين، بس دلوقتي عشان انا ماسكه التليفون وبصور فبعملها لكم. تفضلي بقى ايه؟ تنزلي الطماطم كده حبه حبه في المصفى. بسم الله، زي ما احنا شايفين كده. والله يا جماعه هي جميله وموجوده في البيت، يعني انا بعملها على طول وبحطها عندي في الفريزر. على طول بعملها في الفريزر وبسيبها على طول. بعمل طماطم، بعمل قصدي بعمل مكرونة، بعمل طبيخ، اي طبيخ، بعمل اي حاجة محتاجة فيها صلصة. وبصراحة بتدي طعم حلو قوي، وانت اللي ضامنة ان انت عاملاها في البيت، ولا فيها مواد حافظة ولا فيها حاجة. وفي نفس الوقت بتبقي وفرتي. يعني انت بتروح تشتري برطمان الصلصة بأزيد من 10 جنيه، فانت طبعا كده وفرتي ال10 جنيه. انت هتروحي تجيبي لك 2 كيلو طماطم ب15، ب2 كيلو ونص، 3 كيلو طماطم. يعني قولي هتجيبي ب20 جنيه طماطم، هيدوكي كتير، هيدوكي بالاكتر من 10 جنيه علبة الصلصة، وهتقعد عندك مدة طويلة في الفريزر. تعالوا يلا نحط بقية الكمية اللي هنا معانا. طبعا لسه في طماطم اهيت لسه هنضربها. تعالوا يلا نرجع تاني نصفي الطماطم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وصلوا على النبي حبايبي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما خلي ذكر الله في لسانك، ودايما خلي صلاة النبي عليها أفضل الصلاة والسلام في لسانك. شايفين حمار اللون الأحمر بتاع الطماطم؟ شايفين اللون جميل ازاي؟ ليه؟ عشان خاطر ما حطناش عليها ميه كتير، ادتنا اللون الحلو ده. لكن لو كنا زودنا عليها ميه كتير ما كانتش هتديكي نفس اللون اللي انت عايزاه، او مش نفس اللون بتاع الصلصه. فدايما دايما خلي بالكم من النقطه دي. هتعملي الصلصه ما تحطيش ميه عليها كتير زي ما احنا شايفين كده. احنا هنحط شويه ميه بس في الاخر على التفل ده عشان يتصفى، لان فيه شويه طماطم اهوت. بعد ما نخلص خالص الطماطم هنقوم حاطين عليه شويه ميه. تعالوا يلا نحط ايه؟ نحط الطماطم اللي باقيه تنضرب. لهم فاضل شويه، اللي هم دولت اخر شويه. وخساره بصراحه يا جماعه، بس انا بستحرم ان احنا نرمي اي حاجه. ما دام هتقدري ان انت تنزلي الكميه كلها، حرام ان انت ترميها ولا مثلا تكبيهم ولا الكلام ده. انت اولى بيهم اي حاجه. شوفوا هم شويه صغيرين بس برضه حرام. تعالوا يلا نضرب بقيه الطماطم في الخلاط. يلا بينا. يلا يا حبايبي بينا، احنا عملنا الكميه التانية اهيت من الطماطم. يلا نحطها، يلا نصفيها. خليكم معايا بقى لحد ما اصفيها ان شاء الله. انا هصفيها وهرجع لكم تاني على ما اكون خلصتها خالص، وهنرجع تاني نحطها على النار.
زي ما انتوا شايفين يا حبايبي دلوقتي احنا خلصنا خلاص اهي. زي ما انتوا شايفين احنا صفيناها اهي، زي ما انتوا شايفين اهي. شوفوا الطماطم حلوه ازاي، شوفوا لونها حلو ازاي، شوفوا الحمار بتاع الطماطم اهي. هنرجع بقى ننزلها تاني على النار، هنحطها تاني على النار ونسيبها بقى ايه زي ما بيقولوا تتسبك مع نفسها. هنسيبها بقى لما تتسبك خالص وتوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. وطبعا في الوقت ده طول ما هي على النار كل شويه انت بتقلبيها برضو لحد ما توصل للقوام اللي انا هوريهولكم في الاخر، ان خلاص كده دي الصلصه بتاعتنا ايه اللي احنا ايه محتاجين القوام بتاعها ودي الصلصه اللي هوريها لكم بتاعتنا ان شاء الله. تعالوا بينا يلا نحطها على النار اهو يا حبايبي. هنحطها على النار اهوت. احنا كده حطيناها على النار، هنسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص. هنعلي عليها في الاول خالص لحد ما تغلي، وبعد كده ايه هنطفى، هنقوم موطين عليها شويه، نهدي عليها بقى لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا شايفين معانا اهي الصلصه. يا رب ان هي تعجبكم باذن الله وتجربوا الطريقه ديت، وان شاء الله مش هتندموا والله، حلوه جدا وموفره ليكي. تعالوا بينا يلا تعالوا بقى لحد ما تستوي وتوصل اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى مع بعض ان شاء الله هنشوف دلوقتي يا حبايبي. دي شكل الصلصه هي بعد ما خلصت. شوفوا عاملين ازاي، شوفوا قوامها تمام. عايزاها تبقى اتقل من كده سيبيها تتسبك اكتر من كده كمان على النار شويه. شوفوا لونها حلو ازاي، شوفوا الحمار بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله عليها جميله. جربوها والله يا جماعه مش هتندموا وبتوفر كتير. تعالوا يلا نحطها في الكيس، الاكياس يلا نعبيها بسم الله. اهو احنا حاطين اهوت يا جماعه. انا بحطها هنا عشان اقدر اتحكم فيها. تعالوا يلا تعالوا احنا اهيت الصلصه بتاعتنا اهي. يلا انا هعبي بقيه الصلصه في الاكياس وبعد كده ايه اوريكم شكلها عامل ازاي في الاخر. تعالوا يلا نعبيها، هنعبي كل الاكياس وبعد كده ايه اوريكم. يلا يا حبايبي دي شكل الصلصه يا حبايبي. شوفوا عامله ازاي، شوفوا حمرا ازاي وجميله. دي شكل الصلصه بتاعتنا بعد ايه ما خلصت. انا عندي صلصه في الفريزر اصلا موجوده، فانا عملت المره دي كميه بسيطه. ان شاء الله لما اعمل كميه اكبر من كده باذن الله هصور لكم برضو هقولها لكم ازاي. وان شاء الله هنجيب طريقه الكاتشب، هعمل برضو الكاتشب في البيت وهتشوفوا طريقه الكاتشب ان شاء الله في البيت بدل ما تشتري الازازه غاليه، لا نعمله في البيت ان شاء الله. ودي النهارده كانت طريقه الصلصه بتاعتنا النهارده. دي كانت طريقه الصلصه بتاعتنا النهارده يا حبايبي. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات بتاعتي توصل لكم الجديدة. وما تنسوش تشيروا تعملوا شير للفيديو. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. ويا ريت تجربوا كل الوصفات بتاعتي وكل الخلطات بتاعتي اللي انا بعملها والطرق بتاعتي. ويا ريت تدخلوا على التعليقات وتكتبوا لي بعد ما بتجربوها النتيجة عاملة ازاي. وبالله عليكم ما تنسونيش في الدعاء. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. يا رب تكونوا كويسين دايما وبخير، واشوفكم دايما على طول يا رب بصحة كويسة. مع السلامة ان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.